لو عاوز ما تخسرش فلوسك أو تخسر أرباحك أو تخسر وقتك، لو عاوز ربنا يطرح في فلوسك واستثماراتك البركة، بلاش تاكل السحت، بلاش تاكل تعب البروكر وتضيع وقته وتضيع مجهوده على الأرض وتلف من وراه وتحاول تستخدم خبرته مجانا وتضيع عليه العمولة بتاعته اللي انت أساسا لو كنت هتشتري من المطور مش هتدفعها، ولو كنت بتشتري من السكندري ماركت هم 2%. احنا كلنا والماركت كله تعب يقول للبروكر خليك أمين مع العميل وخليك صادق مع العميل بتاعك وخليك محايد في النصيحة بتاعتك مع العميل بتاعك. كل النصايح دي اديناها للبروكر، انت كمان كعميل عليك الدور انك تفهم وتعرف. لو في نيتك انك ما تاخدش البروكر اللي تعب معاك في وقت الديل، وقت التحضير للديل، ووقت ما شرح ليك على التليفون بالساعات واخدت من وقته واخدت من مجهوده واخدت من خبرته وعلمك ازاي تختار بين المشاريع وعرفك عيوب ومميزات كل المشاريع وانت رايح تحجز الوحدة بتاعتك من المطور. مش عيب ومش غلط لو انت مقرر من البداية ان انت عاوز تروح تشتري الوحدة، بس لما تستخدم البروكر وتروح في الاخر تشتري الوحدة، ده بيبقى اسمه اكلت السحت او اكلت تعب الاجير وضيعت مجهود ناس كتيرة قوي من ضمنهم الماركتينج تيم اللي شغال في الشركة، وضيعت الماركتينج بادجت بتاعت الشركة على الارض، وكمان ضيعت البادجت اللي الشركة بتكون حطاها لتسويق المشروع ده. عشان تكون عارف مفيش شركة مطور في كل الامارات تقدر تصرف الماركتينج بادجت اللي شركات البروكر كلها مجتمعة بتصرفها على السوق، ولا حتى اعمار تقدر تصرف اللي البروكر بيصرفوه على الماركتينج. وانا قد كلامي واتحدى اي حد يثبت العكس. ميزانيات التسويق والماركتينج اللي بتتصرف من شركات البروكرز عشان حضرتك تحط رقمك في الكامبين، بعدها هتستلم مكالمة من البروكر عشان يشرح لك المشروع اللي انت اهتميت بيه وحطيت رقم تليفونك فيه. بعد ما هتعرف كل التفاصيل من البروكر وبعد ما هتاخد كل اللي انت عاوزه من البروكر، هتقول له غيرت رأيي او مش مهتم. لو انت فعلا مش مهتم وغيرت رأيك عن الشراء، الله يسهل لك ويصلح حالك. انما لو انت في بالك ان انت هتروح لوحدك للمطور اللي انت قررت انك تشتري منه وتقفل الديل لوحدك، انت كده بتكون بتخسر بدل المرة 1000. اولا انت بتكون رايح وموقفك ضعيف جدا قدام بياع المطور لانك انت اللي خبطت بابه. ثانيا احنا بنكون عارفين ان المطور ده عنده خصومات واسرار وخفايا احنا عارفينها ومش اديناها لك كلها على التليفون، لان مفيش بروكر بيكشف كل اوراقه والكروت بتاعته على التليفون. ما احنا خلاص اتعلمنا من اللي سبقوه. ثالثا انت كده بتخسر خدمات البروكر اللي هي ما بعد البيع، زي متابعة العقود والتواريخ والدفعات، وعند مرحلة الاستلام، وكمان عند السناجنج. وما تنساش ان البروكر ده هو اللي هيتابع معاك بعد ما تستلم الوحدة بتاعتك اذا كنت عاوز تبيعها او عاوز تأجرها. ورابعا وده الاهم، هتكون خسرت بركة ربنا في فلوسك وفي فلوس عيالك. وخامسا هتكون اكيد خسرت نفسك واكيد هتسقط في نظر نفسك وهتسقط في نظر اي حد عارف اللي انت عملته ده. سادسا وسابعا وتماما بس كده عشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده. انا مش عاوز اقول ان البروكر دايما بيكون ملاك بجناحات وانت دور الشيطان، ابدا مش عاوز اقول كده، بس عاوز اكون منصف ما بين البروكر والعميل. انت كمان كعميل لازم تكون امين وصريح وستريت مع البروكر بتاعك، زي ما انت اكيد منتظر انك تتكلم مع بروكر امين وصريح وستريت في كل نصايحه معاك. احنا هنا كلنا في منظومة واحدة عشان نساعدك ونحمي فلوسك. انت كعميل بالنسبة لنا اهم من اي مطور، لان انت لما هتكسب احنا كمان هنكسب وبدل المرة 10. لمعلومة كمان، البروكر كمان بيكون عاوز يحس الامان من العميل بتاعه، بيكون عاوز يحس ان العميل ده عنده ولاء له. ساعتها والله هتاخد من البروكر ده احسن اداء واحسن نصيحة. خدها مني نصيحة، البروكر لو حس انك عميل خفيف اي بروكر هيكلمك هتروح معاه، وكل مرة يكلمك تقول له اصل في بروكر تاني بعت لي مشروع تاني، شوف لي المشروع ده شوف لي المشروع ده، مش هيبقى همه غير انه يلبسك في اقرب مكتب مطور ويخليك تمضي على اي عقود عشان يخلص منك، حتى لو هو نفسه مش مقتنع بالديل اللي هو بيقدمه لك ده، عشان بس يلحق انه يقفل الديل معاك قبل اي بروكر تاني من اللي بيحوموا حواليك. ملخص الكلام، انت كعميل لازم تراعي ربنا برضه تعب البروكر وعرقه عشان ربنا يبارك لك في رزقك ورزق عيالك. شكرا، مع السلامة.